لو بتحلم الأحلام دي فخلي بالك، خلي بالك كويس جدا، لأن الأحلام دي مش خير خالص. وابقى في الفيديو ده كده وقول لي انت يعني بتحلم بإيه من الأحلام دي، ضروري ان انا اعرف. يعني انت لازم تقول لي، قول لي انت حلمت بإيه من الأحلام اللي انا هقولها دلوقتي. انا هقول لكم الأحلام وهقول لكم تفسيرها كمان. حقيقي اللي بيحلم بالأحلام دي يعني بجد حياتكم صعبة وفي خطر جدا 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 للأسف. ففي البداية كده نصلي على النبي الأول وتعالوا نمشي كده بالترتيب الأحلام واحدة واحدة. الناس اللي بتشوف تعبان في الحلم، خلوا بالكم، التعابين في الحلم وحشة قوي قوي قوي. عايزة اقول لكم ان التعبان في الحلم عدو، عدو قريب ليك ومتربص ليك في كل حتة. انت متخيل ان ده حد اقرب من نفسك؟ فلو لقيت تعبان في الحلم وبيكرر معاك الحلم ده، اعرف ان شخص قريب منك هو السبب في بوظان حياتك، او هيكون هو السبب في بوظان حياتك، متربص ليك متربص ليك. طيب لو انت بقى بتحلم بالبرص، حيوان ده مقزز، انا نفسي بخاف من البرص. فلو انت بتحلم بالبرص وبيتكرر معاك فيا عيني عليك بجد. البرص ده اصلا كشكل مخيف، يعني انت بتحلم بيه انت تعبت اصلا نفسيا. طيب عاوزه اقول لكم ان البرص ده ناس مؤذيه في حياتك وبينافقوك وبيدوروا لك على وقعه، نفسهم يوقعوك. يعني بجد حسب الله ونعم الوكيل، بيدبروا لمصايب من وراك، انت متخيل؟ فخلي بالك ان كل واحد من حلمه بيكون فيه رسالة، فخلي بالك من رسالة الحلم اللي بتجيلك. وقول لي في كومنت انت بتحلم بالاحلام ايه. اللي بعده كلب، كلب لو بيهاجمك في الحلم دي مصيبة 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 مصيبة. وبالذات لو الحلم ده بيتكرر معاك، يعني مش مرة وبيمشي، لو بيتكرر معاك للأسف دي خيانة أو غدر من أقرب شخص ليك. أنت متخيل؟ فبجد الله يعين اللي بيجيله رسائل وهو مش واخد باله إن هي رسالة ليه من حلمه. الفار، الفار في الحلم إيه؟ يعني الفار مؤذي برضو، بس هو مش مؤذي قوي. هو الفار معناه ان في شخص ضعيف هيطلع اسرارك. هو مش هيأذيك قوي لكن هيطلع اسرارك بره، فخلوا بالكم برضك من الفار. يعني العقرب واصعب حاجة، وخلوا بالكم للأسف لو شفتوا عقرب ده تحذير من غدر شديد قوي، او سم معنوي من حد بيأذيك بالكلام او الافعال. فخلي بالك حرفيا بجد. الاحلام دي رسالة ليك، افهم الرسالة قبل فوات الاوان. لو شفت دم، رسالة انك داخل على مشكلة كبيرة جدا ومحتاجة صبر. اصبر اصبر اصبر. والاحلام دي مش صدفة، دي رسالة بتبقى جاية لك وبتقول لك خلي بالك من اللي حواليك. لكن انت ما بتاخدش كده بالاحلام وتقول يا ستي لا. لو اتكررت معاك فخلي بالك، الرسالة ليك. قولي بقى في كومنت انت حلمت بايه من الاحلام دي، واكتر حلم بيتكرر معاك. وخلص الكلام، سلام.